على 8 الصبح لقيته بيقومني قومي البسي ويلا، ومسك لي ورق كاتب لي عليه الحاجات Very nice. الفيديو. احباط بقى، وانا بقى مش لاقيه حاجه، وانا ايه اللي عملته في نفسي ده؟ مستقبلك ملوش ملامح. من ضمن الحاجات اللي برضو كانت مشجعاني قوي انه نستضيفك في التسويحه، انه لما انت نزلتي معانا الوركشوبس بتاعه اليونيك سيلينج بروبوزيشن، انك تساعدي الناس يكتشفوا نقاط قوتهم. انا كنت عارفه ان انت قعدتي فتره طويله قوي عشان انت نفسك تعرفي تعملي ده، فلما بتشرحي للناس بتشرحي لهم بيزد عن ارض الواقع. بجد مريت بده. امتى اللحظه اللي عرفتي تقرري فيها اليونيك سيلينج بروبوزيشن بتاعتك كفريلانسر؟ طيب، هي ما كانتش لحظه، هي كانت مراحل. يعني ده معناه انه مفيش حاجه بتيجي كده؟ لا لا أوكي. لا خالص. حتى واحنا بنعمل السيشن، هو انا خدتهم في المراحل دي عشان نكتشف خلال المراحل دي هو ايه اللي حصل. حلو. يعني مرحله في الاول كان بيتقال لي ان الاء كانوا بيتريقوا دايما على ابتسامتي. اوكي. يعني ابتسامتي حلوه. تو كيوت تو بي ان اتش ار. بالظبط، ابتسامتك حلوه، بس يعني ممكن شويه سيريس. انا شخص بحب الضحك الهزار، مع فكره ان احنا نقعد بقى معقدين يس. ما نخنق بعض ليه يا جماعه؟ بالظبط، تخنقني هخنقك يعني او مش هتعامل معاك. ايوه صح. فدي كانت مواجهاني في الاول، لان احنا كنا في كونسلتيشن واستشارات وكده وبنتعامل. وكان بيتقال لي دايما ان الاء لا، لازم تحطي حدود ما بينك وما بين الناس وغيره. هي كانت نصيحة حلوة قوي قوي، بس مشكلة النصيحة دي ان لما كانت بتتقال كان بيتقال معاها حاجات تلغي معاها شخصيتك. اوكي. انتي فكنت دايما في صراع. فباجي بقلب بجد، يعني بقلب اللي هو ببقى اجريسيف قوي، ببقى بجد ما تكلمنيش اصلا انا كونسلت كده. اوكي. فخدت فتره على ما عملت البالانس ده، واكتشفت ان لا، البساطه بتاعتي والضحكه دي بتدي دي نقطه قوتك. دي نقطه قوتي. ده كان فيز تراي اند ايرور. كل كلامك بالزبط. يا الاء رايح ناحيه تراي اند ايرور. مش بتخافي من انك تجربي. دي الحاجه اللي طلعت بيها والله، ان حقيقي عايز تسكت ده. عايز تشوف انت تفكر صح غلط، تاخد ستيب، تيك ذا اكشن بس. اوكي. يعني خد الخطوه وبعدين نشوف بقى ايه المشكله فيها. عايزه تتظبط، عايزه تبقى احسن، فتيك ذا اكشن. دايما بقول للناس انه لو انت خايف تتيك ذا اكشن، اسال نفسك سؤال واحد بس: اسوأ حاجه ممكن تحصل ايه؟ يعني لو انا عملت سوشيال ميديا اكاونت ونزلت ستوري، ايه اسوأ حاجه ممكن تحصل؟ لما تقعد تفكر بجد في اسوأ حاجه، هتلاقي انه اسوأ حاجه هي حاجه تافهه، زي ان مثلا حد ما يعجبوش صورتي زي ما انت قلتي من شويه. فايه عادي. بالظبط. انا في الاول وفي الاخر طالعه عشان اماركت لشغلي. صباح الفل. صح. فيري نايس. وكنت دايما عندي مشكله في حته ان انا هغلط، هيتقال ان الكلام اللي بقوله ده غلط. قريب تخطيتها. ازاي؟ ان بقيت بتقبل اخطائي. انا عايشه عشان اغلط. صح. من الاخر صح. فكره ان انت مش هتغلط، يعني انت ما بتعملش حاجه جديده في حياتك. صح. انت قاعد. فبقيت بحب اغلط، وبحب ان حد يجي يقول لي الاء في 1 2 3، وحد طبعا بثق فيه. يعني إن اي حد طبعا ويلكم، بس حد بثق فيه في رايه يجي يقول لي الاء في 1 2 3 خدي بالك منهم. انا ببقى سعيده بمرحله بقيت اوكي. انا السلوجن بتاعي enjoy your professional career journey. اوكي. journey journey enjoy، يعني بجد استمتع. حلو. ان انا دلوقتي ببيرن اوت. ايه ده، هستمتع وانا ببيرن اوت؟ فكره الاويرنس بتخليكي عارفه ان دي مرحله وهتعدي. بالظبط. اتس دايما اي كل حاجه اب اند داون. انت مش دايما تبقى فوق، مش دايما تبقى تحت. يعني بالزبط. كنت برضو بتكلم على الموضوع ده، انه يا جماعه واحنا بنشتغل فريلانسرز السبورت سيستم ودايما عشان كده برضو عاملين تسويحه انه الميد كارير فريلانسرز ما بيلاقوش سبورت سيستم. انت السبورت سيستم بتاعك بيجي من جواك. انت اللي لازم تقتنع انه عادي ان اقع، بس انا مش هفضل طول حياتي واقع. صح. زي ما انا فجاه هبقى فوق، بس مش طول الوقت هبقى فوق. صباح الفل. صح. بس صدقيني هي مش بتبقى بالسهوله اللي بنتكلم بيها. اكيد. هي بس بتاخد وقتها. اكيد. ان البروسيس بس اكسبت الوقت ده. تيك ذا اكشن هو اللي هيخليك تبروسس الموضوع ده. صح. حلو قوي.
طيب احنا كده اتكلمنا عن رحلتك، اتكلمنا ان انت كل 2-3 بتبدأي من الصفر ومن الاول تتعاملي مع كلاينتس مختلفين، اتكلمنا عن فكرة الدعم وبتدعمي نفسك ازاي علشان تعرفي تقومي كل شوية. خليني بقى اسألك اخر سؤال في الدعم قبل ما ننط للتوبيك اللي بعده. الناس اللي حواليكي، اهلك او جوزك او اي ناس حواليكي، بيدعموكي ازاي؟ وهنا مش بتكلم عن نتورك الشغل، انا بتكلم عن النتورك اللي ما بره الشغل. ايه الحاجات او ايه الاوقات اللي لقيت فيها دعم وايه الاوقات اللي ما لقيتيش فيها دعم؟ لا ما لقيتش دي، لا. اوكي، لا دايما بجد. كان في دعم. يعني الف حمد وشكر، الف حمد وشكر. لا انا ما شفتش دعم كده والله بجد. حلو قوي. انا قبل ما افتح السوشيال ميديا، انا فاكره اختي هي اللي قالت لي الاقي انت بتتكلمي حلو قوي، يلا افتحي الاكونت بتاعك. حلو. انا اخويا ده يعني قلبي اكبر داعم ليا، مم. مش بس اللي هو برافو يا الاقي انت بتعملي حاجه لطيفه، لا خالص. اوكي. طول الوقت شوفي انت عايزه ايه بنعمله. مم. بيجيب لي افكار ماركتينج. محمد عامل لي الكامبين مم. بتاعه الباوندريز الاخيره اللي كل الناس قالت لي الاقي انا حاسه ان في حاجه مختلفه. نايس. بيعمل لي هو المفروض يعني عنده شركه تسويق. اوكي. وانا مش انا فانت كلاينت؟ لا انا مش كلاينت قوي. اوكي. يعني انا كلاينت بزورهم يعني. اوكي. فاهمه؟ بس هو بيقعد بايده يعمل لي الديزاينز بتاعه الحاجات. حلو قوي. لا بيدعمني بشكل مش طبيعي، مؤمن بيا ايفن لو هنختلف في حاجات او أوكي. مش ما يقتنعش بحاجات في شغلي، داعم. جوزي طبعا ده يعني عايزه اقول لك ايه، يعني كفايه اول فيديو نزلته على السوشيال ميديا انا كل الفيرز والمخاوف دي طبعا جوايا، طبعا. ونايمه على السرير وخلاص. انا 8 الصبح عشان طبعا ما ينفعش بعد كده ان احنا، او 7 الصبح عشان ليلى طبعا هدانه ونايمه، لقيته بيقومني قومي البسي ويلا، ومسك لي ورق كاتب لي عليه الحاجات Very nice. الفيديو وقعد يوريهاني. اوكي. ان عشان يجي لي الجرأه ان انا اتكلم. نايس. حلو قوي. حلو قوي. وكله بقى يعني كل حاجه في حياتي كده. فعشان كده أوكي. شوفي هو عايز يروح فين وانا معاه. تنقلني السعوديه، تنقلني. شوف هو خطط لايه. انا كده هبدا من الاول عادي، ما عنديش بالظبط. مشكله. ومفيش مره فعلا كنت داون ان لو لقيت اخواتي البنات، Very مامتي، nice. اخويا، جوزي. بس عاجبني قوي يا آلاء انه رغم ان انت حواليكي اهل او زوج او شبكه اصدقاء بتدعمك، ده ما خليكيش تستغني عن دعمك لنفسك. انا نسيت اقول بقى دايما الدعم طالع من جوه. بجد انا عندي صاحبتين بالدنيا. اوكي. والله انا خايفه انسى حد من اهلي، انت مش متخيله والله. يعني خالاتي وام جمعه، عم عبده، وابن سمعه، كل الناس، اهل جوزي، أوكي. كله بجد. اوكي. طب تنصحي ايه الفريلانس ميد كارير اللي قرر انه يعمل الشفتايه اللي انت عملتيها بتاع انه كفايه فول تايم هبدا فريلانس، بس مش عارف يحصل على هذا النوع من الدعم، يبدا يوصل للناس اللي حواليه او اللي هم اهله، اهل بيته، الناس اللي بيصرف عليهم، يقدر يوصل لهم ازاي فكره انه جماعه الفريلانسنج ده هو سيناريو شغل، فانا ستيل بشتغل، انا مش بقبض من الراوتر زي ما انتوا فاهمين. ما يركزش اصلا على الناس اللي حواليه. اوكي. هو ليه حاطط كلاينتس كتير بيقولي كده، مم. ما فيش حد بيدعمنا في البيت ايوه انت خلينا متفقين دعمه مهم، بس محدش هيدعمك وانتي مش واثقه صح. اللي انتي بتعمليه. عشان كده عجبني انك الاول قلتي دعمك الاول جه من جوه قبل ما الدعم يجي من بره. هو ممنوع اصلا. ممنوع ايه؟ كان عندي ممنوع في البيت ان انا اسافر القاهره، دي كارثه. انا كان عندي في البيت ممنوع احط صوري على السوشيال ميديا، دلوقتي بعمل برنامج مثلا والله بجد كان ممنوع حاجات كتير قوي. انت اللي بتبني الثقه دي عند اهلك او عند البارتنر بتاعك، انت اللي بتوري ان انت فعلا شاطره، عندك حاجه صح. ومش بتعمليها عشان تثبتي اللي مش او عشان اعند. لا انا بعملها عشان فعلا انا مؤمنه بالحاجه اللي بعملها. فبلاقي ويز كتيره ان انا اعملها بيها. فهم لما بيلاقوكي فعلا متمسكه بالحاجه ومؤمنه بيها وبتحققي فيها حاجه، بيبتدوا يؤمنوا معاكي ويمشوا معاكي. قبل ده ما تطلبيش اللي حواليكي والنبي انا عايزه مش عارفه اسافر واعمل واروح. شكرا. اوكي، اكسبي الثقه.
صح اكسبي الثقه دي، صح. بيني ان انت فعلا مؤمنه بالحاجه دي. بيجي لنا رسائل كتيره قوي من ميد كارير فريلانسرز انه انا بقالي فتره بشتغل فريلانس، عايزه ابدا اعمل لنفسي سوشيال ميديا ماركتنج، بس اهلي مش موافقين اطلع بصورتي، جوزي مش موافق اقابل كلاينتس مشكلة. لوحدي. تنصحيهم بايه؟ في كلاينت جات لي كده، انا عندي مشكله ان انا لازم اعمل سوشيال ميديا اكونتس وكده، وانا هي بقى مش حابه تطلع بصورتها. قلت لها ايه المشكله؟ قالت لي ايه المشكله يعني ان اطلع بصورتي؟ لا، ايه المشكله ان انت مش مبيني وشك؟ شكرا. ما نشفش دماغنا، مش لازم اللي هو بالظبط. عايزه اقول لك حاجه، كنت انا اهلي ما بردوش برضو ان انا اسافر، يعني بيبقى اللي هو ايه اشتغلي في القاهره زي الاول. اصلا كان بالنسبه لهم ما تطلعيش بصورتك على الانترنت. بعدين بدات زي ما انت بتقولي ادعم نفسي، وبعدين افجر اوت طرق من غير ما المس في الحته دي. واحده واحده بداوا يثقوا في اللي انا بعمله، لقوا ان انا فعلا عندي فيجن، فطب ماشي اوكي، ففتحنا السكه دي. السكه بقى اللي ما اتفتحتش سكه السفر، اللي هو لا ما كانوا بالنسبه لهم مرفوض تماما ان انا اسافر. ففي الاول دي بقى الباوندرز اللي انت كنت بتتكلمي عليها. في الاول كنت بشوف لا والكلاينت هخسره، بعدين سالت نفسي انا عارفه اليونيك سيلينج بروبوزيشن بتاعتي، انا فاهمه ماي فاليو سيستم، اتس اوكي اني اقول للكلاينت سوري مش هقدر اسافر بره القاهره. اول مره عملت كده كنت قلقانه جدا، بصي قلبي ده انا سامعه الدقه هنا، هيمشي هيسيبني، والفلوس هتروح مني. الكلاينت كان، وده كان مفاجاه بالنسبه لي، الكلاينت كان اللي هو اوكي احنا ممكن نعمل ده ريموتلي. وساعتها بقى كان موضوع ريموتلي والزوم، الكلام ده كان قبل كورونا اصلا، ف it wasn't familiar. ف I agree with you انه الدعم لازم يجي من جواه الاول. حاجه تانية انه لو الناس اللي حواليا مش supportive it's okay، هم مش فاهمين انا بعمل ايه، ومش لازم اتمسك ومش قوي وحشين، يعني هم مش وحشين وانا عايشه في قهر، انا مش عايشه في قهر عادي. هم شايفين ان او لسه مش شايفين صح اللي انت بتعمليه او اللي انت على فكره بنت او ولد، او لان في برضو كلاينتس كان بيجوا لي ولاد مش عارفين يسافروا لمدينه تانية عشان يقعدوا مع اهاليهم. في كلاينتس ولاد بيبقى مثلا متجوز وبيعول اسره، مراته ما بتبقاش سبورتيف لفكره ان انت تبقى فريلانسر، انت كده مش هتدخلي دخل ثابت. فاتس اوكي، ما هو الفيرز بتاعت الناس اللي فريلانسنج از جوينج اوت اوف ذا نورم، هو مش الطبيعي انك تبقى فريلانسر. انت اتس يور تشويس، ف سبورت يور تشويس من جواك. سبورت ده لازم يجي من جوه، لازم تبقى فاهم نفسك زي ما انت قلتي، بعد كده اقنع اللي حواليك براحتك. الاقي كنا بنتكلم على فكره انه انت مش بس غيرتي الشغلانه بتاعتك، انت بتغيري الكلاينت بيرسونا بتاعتك. مره بتشتغلي مع ناس من المنصوره، مره من القاهره، كارنتلي من السعوديه. ازاي عرفتي تعملي التشينج مانجمنت دي، او ازاي عرفتي تديري ازاي عرفتي تعملي اداره للتغيير بتاع ستايل الكلاينت بتاعك؟ بصي انا في يونيك سيلينج بوينت عندي هي السمبلستي. اوكي، انا شخص بشوف الحاجات سيمبل، يعني انا نقلت بس هم ستيل ناس اوكي بمخاوفهم كالتشر مختلفه، بس مش كالتشر بعيده قوي عندنا. يعني ستيل السعوديه انا حسيت ان احنا برضو لسه في مصر، وحبيتهم قوي قوي على فكره. اوكي باوندريز حاجه من الحاجات اللي خلتني، كان في فيرز في الاول من فكره ان هتتعاملي مع ناس تانية وعقليات تانية وكده، بس فكره الباوندريز ان انا عرفت القط مين كويس مين مش عارفه مين لا، حلو قوي، خليني اقعد في ناس يعني جميله 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 جميله. اوكي، بتكسري الحاجز ازاي؟ عملت ده ازاي؟ هقول لك ان اول ما رحت ايه اللي حصل. انا رايحه بقول لك ما اصبرش، اول اسبوع اشتغلت على السي في بتاعي. نايس تاني نشتغل بقى على السي في بتاعي. ده كان بعد كام سنه انت سافرتي السعوديه؟ بعد ما بقالك كام سنه بتشتغلي؟ لا كتير، يعني نقدر نقول 5 مثلا. 5 بشتغل فريلانس. لا 5 بتشتغلي عامه في المطلق. لا كتير. اوكي. 2011 بشتغل. وسافرتي السعوديه امتى؟ لا لسه من سنه ونص سنتين. فايتس اوكي ان انا كفريلانس ميد كارير ابدا من الاول تاني عادي. بصي هقول لك حاجه، احنا انت مش بتبتدي من الاول، انت عندك الباك بتاعت السكيلز موجوده. شكرا. فاحنا يعني انا بمشي بشنطتي، شنطه ما خبراتي. ما نضحكش على بعض، هو صح. احنا مش بنبدا من الاول، هي الفكره انت بتفجري ازاي السكيلز دي هوظفها في الاماكن دي. انت فعلا بتبصي الامور ببساطه بس فالموضوع حقيقي انا بشوف الموضوع بسيط، مش سهل. صح، في فرق ما بين بسيط وسهل. بس
يعني مش سهل اللي هو ايه، لا خلاص عادي قشطه هروح، ده من بكره الصبح هعمل وايه المشكله، ايه احباط، ايه اللي هتعدي بيه، ده دينايل. لا مش كده. انا عارفه ان السيتويشن اللي انا فيه، انا رايحه في صحراء علاقات مفيش علاقات. علاقاتك في مصر مش هي اللي تنفعك في السعوديه. مفيش خالص، مفيش اي حاجه. ايفن الناس، عشان كده بقول لك انا بقيت مؤمنه opportunities مش بتيجي عن طريق الناس، بتيجي عن طريق ربنا. صح. هو اللي وسعيك بتسعي. صح. وopportunities بتيجي عن طريق ربنا. ف رحت من اول اسبوع ابتديت اشتغل على السي في بتاعي، والله لمده 3 شهور كل يوم على الله بقدم في شركه. حلو قوي. اول شهر كنت صامده وجميله والدنيا حلوه والله، وبعيش شهر كامل بتقدمي على السي في بتاعتك؟ ده عادي. اوكي. بقدم كل يوم، انا بعمل كل يوم يلا على لينكد ان في ايه ويب سايتس تانية وهكذا، واقعد اقدم. ما فيش طبعا، ما فيش حد كلمني، او كان في شركه واحده كلمتني والشركه التانية برضو كلمتني، كان في مشكله في اجراءات ومش عارفه ايه، فبس ما رحتش حتى للستيب بتاعت الانترفيو. اوكي. احباط بقى طبعا. بدات بقى ايه في جو يلا نكتئب. وانا بقى مش لاقيه حاجه، وانا ايه اللي عملته في نفسي ده، مستقبلك ملوش ملامح وانا ايه اللي خلاني انقل. وبدا opportunities جباره تجيلي من القاهره بقى، من مصر. فبتتحسري بقى يا نهار اللي هو من لو كنت في مصر، يا نهار ابيض. بصي بقى حسره بقى. طبعا ان ايه ده، وشركه كنتي هتموتي بس وتعدي من جنبها جايبين لك اوفر وليك انتي مخصوص. خلاص انتي بداتي تبني اسم فعلا، يعني بدا الثمار اللي ايوه انتي مشيتي زرعتيها خلال السنين دي. الشجره قامت وانتي مشيتي بالظبط. يلا طفي، لا حضرتك باي باي بقى خدوها. ف قررت ان خلاص، لقيت سبحان الله بوست كده نازل على لينكد ان ايفنت، بس جراب يور كافي وتعالى وبتاع ده ميتنج، ولا اعرف بقى الميتنج ده بتاع ايه. اوكي. ولا مين، المهم في ناس وهتتكلم عن الليدرشيب ويلا نروح، ولا اعرف ان هو بيتعمل كل اسبوع اصلا. اوكي تمام. رحت لقيت بقى ناس كبار. انت نزلتي قابلتي الكلاينت في ارض الواقع او الكلاينت بيرسونا، يعني قابلتي الناس السعوديه على ارض الواقع. انا عايزه اعمل نتورك، افهم. بقولك انا ما خدتش القرار غير من قريب. اوكي. ان لا هستسلم للامر الواقع. انا عايزه افهم هي الشركات بتحتاج ايه، السوق في السعوديه عايز ايه. يعني عايزه افهم، لان كله بيقول لي اتش ار انسي، مفيش اتش ار. كارير كوتشنج، يعني ايه كارير كوتشنج؟ اكتشفت بعد كده لا، في كارير كوتشز كبار جدا في السعوديه وكتير جدا، والكوتشنج مجال واسع رهيب في السعوديه. أوكي. ده اكتشفته بعد كده، كنتش هكتشفه وانا قاعده في البيت. فانت بالنسبه لك وانت قاعده في بيتك مفيش حاجه اسمها كارير كوتشنج في السعوديه اصلا؟ لا، ما كل الناس مفيش كارير كوتشنج. يتعرض عليا وظايف استحاله هتلاقي، بقول لك سيناريو حياتي بيتكرر. ايوه والله بجد. فبعدين رحت رايحه بقى للميتنج ده، هناك بقى بدات اكسبوجر بقى. اوكي. لقيت ان دي اورجانيزيشن توست ماستر، دي اصلا عالميه دي بتاعت بابليك سبيكينج عارفه بالظبط. اوكي. بدات بقى ابني بقى النتورك بتاعتي من هناك، وكل اسبوع بقيت بروح، ومنها مش عارفه في ميتنج فرايداي ميتنج نروح. أوكي. وبعدين بدات اضيف ناس سعوديين واعرف كوتشز بقى وكده. وبعدها بقى حصل لي اكسبوجر على كوميونيتي كوتشنج هناك. كوتش محمد بن غريب بصراحه يعني حابه اشكره جدا، هو اللي عمل لي الاكسبوجر ده. برضو من على لينكد ان. لا لما ضفت ناس من السعوديه كتير، وبدا ياتراكت. هي مغناطيس، كله تك 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 فجاه، وكلاينتس من السعوديه بداوا اتعرف، يجي لي سيشن مش عارفه فين وهكذا. اوكي. بس البروسيس دي خدت قد ايه؟ وتقلب كتير من اي بروسيس تانية انا بدأت فيها. ليه؟ لان انا اتعاملت مع التسويحه اللي جوه. صح. الاول صح. خدتي كارير كوتشنج بقى. بس خدت كارير كوتشنج، بدات يبقى يحصل لي اويرنس، بقى عندي النولج، وببراكتس النولج دي مش بس بعملها. وبدات اعمل كورس الباوندريز بعد الرحله دي بجد. لا يلا باوندريز، عشان انا من ساعه ما قررت ان انا هعمل باوندريز صح، هيلثي، مش زعيق مش اللي هو قفش. مش قفش. باوندريز صح. انا الخطواتي بقت اسرع
1,000,000%. اوكي بجد 1,000,000%. وانتي بتتكلمي حسيت انه كلمة سيستم طلعت قدامي، انه انتي you created your own system. انتي عارفة انه ظروف حياتك بتتحتم عليكي انك at some point ترجعي من اول وجديد. بالظبط. مرة جوزي هيقرر يروح يشتغل في مكان غير السعودية فهروح وراه، مرة هخلف بيبي تاني فاحتاج ابدأ من اول وجديد تاني. you created your own system. عادة في الوقت ده في البرنامج بشفت على توبيك جديد. however انتي الانسرز بتاعتك is very inspiring. فعايزه اتكلم اكتر على موضوع السيستم. لاحظت من كلامك ومعرفش انت في الاول كان ده بيتعمل بوعي ولا لا، لاحظت من كلامك انك دايما لما بتيجي تستارت اوفر او تبداي من جديد بتعملي نفس الخطوات. يعني انا سامعه باترن، انا سامعه انه ابديت سي في، سامعه قدم كتير قوي، سامعه فرق. انا في at some point لما هعرف اسيب البيبي، او لما مثلا هانيمون يخلص، او لما استقر في القاهره هنزل ايفنت. يعني انا شايفه الباترن ده بيتكرر دايما. ايه دايما الباترن اللي بيتكرر في السيستم بتاعك لما تيجي تبدا من اول وجديد؟ طيب هقولك، ابديت السي في دي اكيد، عشان انا رايحه لمكان جديد فلازم اغير كل حاجه. يعني مكان سكني، ال requirements بتاعت الوظيفه اللي بقدم عليها، لان واضح ان انا كل شويه بابديت في حته فلازم ال requirements تعمل ده تمام. بعد كده يعني الباترن فعلا انا ببتدي من الناس. اوكي. يعني طول الوقت بدايتي من الناس والعلم. العلم هو اللي بيجيب لي الناس. as in the course. ايوه، انا عايزه اتعلم ايه، انا عايزه اروح ايفنت ايه هيضيف لي ايه انا الاول. فانا عايزه اتعلم في التريننج، يلا انزل كورس تريننج. صح، تصدقي هو انت فعلا اللي هيجيب لي الناس. صح. ليه؟ انا هربط نفسي بكوميونتي ما بيننا حاجه مشتركه احنا الاثنين. سمارت. فالموضوع هيبقى ديب اكتر. الموضوع هيبقى سهل ان انت تطلعي منهم اصحاب، ما بينكم حاجات مشتركه. واغلب الوقت، لا كل الوقت انا بطلع بصحاب. اوكي. واصحاب بيستمروا معايا سنين. ليه؟ ما بيننا حاجه مشتركه، الحاجه الاساسيه مشتركه، وبعد كده شويه الفاليوز وكده بتكتشفيهم في الاشخاص، فتبتدي تعملي فلتريشن. هم دول اللي هطلع بيهم. وزي ما قلت لك، الفكره مش بتبقى ان حد يوفر لك opportunity. الفكره ان انا هنفيد بعض ازاي، هتعلم ايه من الشخص، هضيف ايه في حياتي. طيب هقول لك عن مخاوف دايما بسمعه من ناس كتير قوي. انا عايز دايما احط حدود ما بين ان احنا صحاب شغل وان احنا صحاب ان جنرال. بتعملي ده ازاي؟ لانه في الاول وفي الاخر انت حد فريندلي قوي، فسهل قوي انه الاوراق تخش في بعض. ولما الاوراق بتخش في بعض بتضرك كفريلانسر. بتضرك من ناحيه ايه؟ تعملي بقى ده ببلاش. ما تيجي تديني كوتشنج ببلاش كده. عيوني. بتتصرفي ازاي؟ اصل في الاول وفي الاخر مش عايزه فلوس، انا عايزه فلوس. فلو انا قعدت سيرف كل واحد. بصي، الموضوع ده في الاول بالنسبه لي كان كارثه. لان طبيعي انت عايزه تبيلدي كوميونيكيشن سكيلز حلوه، طبيعي ان انت في باوندريز كتير هتعرفي، يعني مش هتعرفي، هتبقي مضطره ان انت تكسريها في الاول. صح. ان انت ترايل اند ايرور. صح. لحد ما توصلي للكوميونيكيشن الصح. فعايزه بقى يلا نحط باوندريز بقى. صح. يلا نجمع الدنيا. الموضوع بيبقى بسيط قوي. اولا انت بتختاري ناس نفس الفاليوز بتاعتك. تعرفيهم ازاي؟ ما انا ما اعرفش الناس اللي معايا في الكورس. بتعرفيهم في مواقف. ما هو انت انا مش بروح انا حاطه باوندريز فهفضل قاعده لا مش متربص. مش قاعد كده فانا حاطط باوندريز معلش ما تكلمنيش. لا يعني بنروح بنتكلم في حاجات، بتشيري شويه حاجات معاهم، هم بيشيروا معاكي حاجات، تبتدي تقراي الشخصيه اللي قدامك فيبان بقى في المواقف الراجل ده بيعترض على ايه اثناء الكورس، بيسمع فعلا ولا لا، شكاي بكاء حكاي ولا حد نرجسي وشايف ان هو مستر اي نو ات اول ولا مش هقبل نصيحه. كل دي بتبان. فاوبزرفيشن، اراقب. اوبزرفيشن الشخص. بعد كده نبتدي نتكلم بقى معاه ونفتح مواضيع معينه. وبعد كده في المحاكات دي بقى هي بان في المحاكات انا عايز شغل مش عارفه ايه، عينيا حاضر. حلو. وفعلا بساعد على قد ما اقدر. ازاي بقى؟ يعني ازاي بتفصلي ما بين انه it's time to ask for money او جه الوقت ان انا اطلب من شبكه علاقاتي فلوس للخدمه اللي انا بعملها؟ مش باسك فور ماني. تعملي ايه بقى؟ انا بقدم خدمه. يعني هو فعلا لو عايز خدمه والخدمه دي انا عندي ليها وقت وقادره اقدمها له ومفيش مشكله ان هو ياخدها، اتس اوكي ما ياخدها. حلو قوي. ايه اللي هيحصل يعني؟ حلو قوي. هينقصني في ايه؟
انما لو فعلا هتاخد مني وقت ومجهود وانا لو قدمتها له ببلاش هحس بعدها ان انا لا انا مش مبسوطه، انا هاسك ازاي بقى بديسكاونت يعني. نايس او سمارت او مش ديسكاونت، ممكن ديسكاونت انت ليك سبيشال تريتمنت عشان احنا اصحاب. ايوه، وفي حالات ان انا هزود له حاجه زياده عن الموضوع. وصدقيني اللي هيبقى shared the same value with you هيبقى متفهم جدا وعمره ما هيطلب حاجه ببلاش. صدقيني يعني انا بقولك من بعد الباوندريز فكره ان الناس تطلب حاجه ببلاش مني تقريبا ما قابلتهاش قوي يعني. انا قابلتها قبل كده كتير وكنت بقعد عشان ما كنتش عارفه تحطي حدود، اعمل بروجكتس كبيره وببلاش وخد قلبي، وببقى انا متضايقه بعدها حاسه ان لا انا اتضحك عليا. بس بعدها الناس فعلا اللي بتطلب مني حاجه بيبقوا عارفين، بيجوا اصلا بقولك ممكن يبعتوا لي الفلوس يعني. اوكي لا وانسي ومش ببلاش، وانا اللي اقعد اتحايل بقى والنبي. عايزه احكي لك قصه، انا غالبا ما قلتلكيش الكلام ده قبل كده فهقوله لك اون كاميرا يعني. مره كنت انا عايزه اتش ار كونسلتيشن وما كنتش واعيه انه ده اسمها اتش ار كونسلتيشن. فانت في شبكه علاقاتي انا قعدت انا حرفيا مسكت الموبايل، انا ما فيش في دماغي حد اتش ار كونسلتيشن حاضر في دماغي. فقعدت امسك الموبايل لقيت انا دايما بسمي الناس باسم شغلانتهم، فمسمياكي اتش ار عشان انا عارفاكي كاتش ار، مش في دماغي كاري كوتشنج. فساعتها كلمتك قلت لك الاء انا محتاسه قوي، ممكن اكلمك اخد رايك في حاجه. انا فاكره ان المكالمه قطعت الساعه وبعدين اتصلنا تاني وده كان unpaid. انت اديتيني اتش ار كونسلتيشن unpaid. بعد ما قفلت حسيت انه انا خدت وقتها. انت في المكالمه قعدتي انا خدت وقتك. ايوه احنا قفلنا الساعه، انت الكونسلتنت بتتحسب بالساعه اصلا. فانا كسرت معاكي الساعه. حصل حاجتين. اول حاجه I tested your quality. انا شفت انه قد ايه انا خلصت معاكي المكالمه، انا دماغي متستفه الخطوات. فبقى اي حد بيجي يقول لي انا عايز اتش ار كونسلتنت او كارير كوتش الاء. هل ده معناه ان انا ما اعرفش حد غير الاء؟ لا اعرف، بس الاء اولا اوثنتك، ثانيا ادتني وقتها بدون انت لغايه دلوقتي ما طلبتيش مني حاجه قصاد الوقت ده طبعا مش خالص. والحاجه الثانيه اي تيستد، انا شفت. فلما باجي اعمل ريكومنديشن ما بعملش ريكومنديشن لاشطر اتش ار انا عارفاه في حياتي، ما جربتكش. الاء شاطره وانا جربتها، فانت كسبتي ريكومنديشن وكسبتي حاجه كمان paying forward. بقيت طول الوقت لما بعمل حاجه عايزه اقعد الاء معايا، عايزه الاء تبقى في الصوره معايا عشان هي شاطره، مش بطبل لالاء، انا جربت وعشان I'm paying forward. انت اديتيني حاجه من وقتك ببلاش، انا عايزه give back to you. طيب بس دي تريكه بليز. ايه بقى؟ ثانك يو الكلام ده. بس الحته دي بجد عايزه عشان الناس بس بتقع فيها كتير. ايه بقى؟ انا عملت ده مع لبنى مش عشان لبنى لما تفتكرني ما كنتش تعرفي. ما انا ما كنتش اعرف تقول مش عارفه اتش ار ايه. تمام. فلو هتعمل ده اعمله عشان بعدها زي ما قلنا كده ما تندمش بعدها يعني. مش هتقعد تندم، ولكن ما تتلعبش اللعبه دي عليك بقى. عشان ايه؟ في كلاينتس هيلعبوا اللعبه دي عليك طبعا، هيدوك حاجه وهيبقى في المقابل هم عايزين paying forward مدى العمر. والغريب ان هي بتتقال دايركت. لا وفي كلاينتس ما بتتقالش. انا كانت بتتقال لي دايركت اللي هو بصي انا هساعدك في كذا بس ظبطيني ب1 2 3 4. لا ده واضح ويعني عامه كويس. انا بحب ده. ده واضح وصريح عشان ابقى عارفه من الاول هو التعامل هيبقى ايه. صح. تمام. لا اللعبه اللي بتتلعب ودي حاجه برضو بديها في الباوندريز، اللعبه اللي بتتلعب اصلا ان احنا يعمل لك حاجه بسيطه، مكالمه ساعه، هو ما خدش من وقته شيء او خد من وقته بس تمام يعني كان اتس اوكي معاه ان هو ياخد من وقته، بس يبتدي بقى ما بين المكالمات والتانية المقابلات فاكرة لما قعدنا مع بعض وعملنا عملتي ايه في موضوعك اللي احنا عملنا فيه، يبتدي يفكرك بعدين يطلب حاجة أكبر. طب أنا محتاج كذا، بعدين شوية ويطلب تاني. الطلبات مش هتنتهي. لا حصلت معايا من بالظبط أسبوعين، واسمحي لي بقى هنا أقول سؤال. حصلت معايا بالظبط من أسبوعين. طلبت مساعدة من حد، ما طلبتش مساعدة من حد، هو أنا كنت طلبت مساعدة من حد قريب مني، فقال لي أنا ممكن أعمل لك ريكومنديشن لحد تاني يكلمك. اداني من وقته أكتر من ساعتين وأنا ما طلبتهمش. يعني كنت عندي سؤال،
عمل معايا زوم ميت. انا بجد كان عندي سؤال وقلت له اسمح لك، وسالته حتى على واتساب، قال لي ليتس هاف ا كول. عملنا ميتنج زوم ساعتين. انت ضيعت لي وقتي لانه ما كنتش محتاجه الساعتين، بس كنت محتاجه اجابه بسيطه قوي. والحاجه التانية انه من بعدها سبامينج على واتساب وكولز از اف انه بيفولو اب. وبعد كده طيب انا عايز بقى منك 1 2 3. ال1 2 3 دول وقتي ما كانش يسمح. والحاجه التانية ان ده بالنسبه لي مش هبقى مرتاحه لو عملته من غير فلوس. ووقعت في المشكله اللي لغايه دلوقتي مش عارفه احلها، احساس بالذنب انه مادام حد عمل لي خدمه يبقى محتاجه اردها له، واحساس بالذنب انه انا كده استغليتك بس مش عارفه اطلب منك فلوس عن انك هتستغل اكبر بكتير قوي من وقتي. اطلع من الموقف ازاي؟ ده مانيبيوليشن تكنيك يعني معروف قوي. فكره ان انا المنقذ في حاجه انا مش عايزه انقاذ فيها. ثانك يو سو ماتش، ثانك يو سو ماتش. انا مش عايزه انقاذ فيها ليتلي، بس هو هيغرقك unneeded information او unneeded help. بالظبط. في حاجه انت مش محتاجاها بس لمجرد ان احنا يلا نشيل جمايل. ده عادي جدا نطلب منه فلوس. طب اعمل ايه في احساس الذنب انه خدت وقتك فانا اكيد لازم ارده لك؟ انت ما خدتيش وقته، هو اداكي وقته صح؟ بإرادته. هو اللي طلب. انت طلبتي ايه؟ اجابه سؤال. الاجابه دي هو قرر ان هي هتاخد ساعتين. فده قراره هو. اوكي. مش قراري كده. انا متاثره عشان الموقف ده حصل الاسبوع اللي فات ولا الاسبوع اللي قبله، مش فاكره حصل امتى. ده بالنص. ده رول. انا بدي امتى نقدم المساعده. ده رول بديها كده في الباوندريز. لانه الميد كارير فريلانسرز عندهم مشكله انه وانا ببدا باوفر كل حاجه ببلاش عشان ابان واظهر. بعدين الناس ببقى عندي مشكلتين، مش عارف اعود الناس اللي انا كنت بديهم ببلاش انه it's time to pay money، وفي نفس الوقت شبكه علاقاتي بتكبر وقربي منهم بيكتر، فبالتالي ما تعملي ديزاين ده، ما تيجي تصورني معرفش ايه. عشان كده ليه بنركز على الريليشن شيبس؟ ليه بركز الاول على السيلف اويرنس والسيلف استيم؟ عشان الحته دي. عشان انت لما توصل للمرحله اللي يلا بقى يتلعب عليك الالعاب دي ويطلب منك حاجه، انت تبقى اوير كفايه هم مين القريبين مني. مين الشبكه اللي فعلا هديهم عمري وقلبي وهقعد معاهم بالساعتين والثلاثه وال10 ايام هنبات مع بعض، ومين الناس اللي لا ده اكتر من حقها عليا، في ناس تانية ليهم حق عليا. عايزه اكلمك على المواقف الصعبه اللي بتواجهك مع كلاينت، والمواقف دي بتبقى بيزد على فكره ان انت لسه ما عندكيش ثقه كامله في السكيلز بتاعتك. انت حد قاعد في البيت مثلا سنه علشان البالانس اللي ما بين ان انا خلفت وما بين ان انا برجع الشغل تاني، فبيبقى عندك قله ثقه. وده مش عند الاء، هو عند اي حد في السيتويشن ده. قله ثقه في ما اعرفش ابديتس الماركت، مش متأكد كلامي صح ولا غلط، وفي نفس الوقت أنا مستموت على العميل. أو مش فكرة مستموت على العميل، بس أنا صدقت حد كلمني فأي نيد الشغلانة دي. ما كارثة. بتهندلي ده إزاي؟ ده كارثة. دي بتنفجر في وشك في الآخر. بتنفجر في وشك. وبيبان قدام الحق اللي قدامي إنه I have fears أو مش واثق في نفسي. مش واثق even لو حاولت تداري فهتبقى أجريسيف أكتر. صح. فاللي هو أنت بتكلمينا ليه كده حبيبتي؟ يعني صح. ليه صح. يا ماما الدنيا اهدى من كده؟ كلامك واقعي لدرجه ان كل موقف بتحكيه بيجي في بالي شخصيه اشتكت لي من الموضوع. اوكي. لما ده حصل هندلتي الموضوع ازاي عشان تعرفي تطلعي من عنق الزجاجه بتاع انه انا طلعت للعالم الشغل تاني؟ سيلف ستيم. اوكي. كله من جوه. تشتغل نفسك. اشتغلت على نفسي ان لو الكلاينت ده راح مش هيجيلي كلاينت غيره. ممكن نفسك. طيب هل ده حصل قبل كده؟ لا، دايما بيرجع لي كلاينتس بس على فترات بعيده. طب ايه الفكره الاوقع؟ انه هيجي لي at some point بس. اوكي. طب ايه البديل؟ ايه اللي هيحصل لو حصل خطأ؟ اوكي، يعني يا اما هعتذر يا اما الحمد لله اتعلمت وهجرب مع الكلاينت التاني. انه حلوه الاونلاين كارير كوتشنج ده. المايند سيت كارير كوتش كمان. اوكي نايس. فهو بتتعاملي مع الفكره اللي جوه، فانت بتهدي، فهي تركيزك اكتر رايح ناحيه الشغل. ففي بروجكت ضرب مني بسبب الموضوع ده. البروجكت اللي بعديه انا حمدت ربنا ان البروجكت ده حصل ضرب عشان تتعلمي. البروجكت اللي بعديه انا ركزت شغل بحت، اتعلمت الحاجات، بعت للكلاينت سالته ايه بالظبط اللي كان غلط وقال لي ايه بالظبط اللي كان غلط. وشكرني على جرأتي ان انا بسال واعترافي بان فعادي ان انا لو الكلاينت I got rejected من الكلاينت نساله
ما بساله خلاص. خد فيدباك. انا ما عنديش حل تاني ان انا هستمر غير ان انا اعرف ايه الخطأ اللي حصل. حلو قوي. بس اوكي. ولازم اكون بالشجاعه الكافيه ان انا اواجه ده، ان فعلا في خطأ حصل. مش لازم كل كلامه اخده اقول امين عليه، ولكن في بوينتس هتعلم معاكي. اوكي. فعرفت كان فين البوينتس الغلط وبدات اشتغل عليها. بعدها بسنه انا عملت بروجكت برضو كبير جدا مع كلاينت، وكانت سعيده جدا بالريزلت. اوكي. فده فادني في ده. حلو. فليه بقيت بقول لك انا بقيت بفرح بالخطأ، بقيت بفرح لما as long as ان انا ببني عليه. اتعلمت الله حاجه جديده، اتعلمت بتطور. صح. بس I agree. طب بمناسبه الاخطاء، لو في غلطه عملتيها في حياتك كفريلانسر لو رجع بيكي الزمن مش هتعمليها تاني، او تنصحي الناس انه خد بالك من ده، تبقى ايه؟ غلطه علمتك بالغالي قوي يعني. هقولك على حاجه فيرنبل قوي. ان انا كنت دايما بتمنى ان انا اكون حد غيري، مع ان انا حد جميل جدا. اوكي. جدا بجد. اوكي. يعني مش بشكر في نفسي يس بس كاري كوتشنج. بس فكره ان انا طول الوقت بحبط نفسي في حاجات ما ينفعش، فكان الوقت ده بيتهدر. كنت عايشه جوه دماغي. اوكي. دايما بقول انا كنت عايشه جوه دماغي وبدات اخرج. مش كده بتقولي ما حصلتش بالساهل. ايوه. فان انت تخرجي من بره دماغك دي وتبتدي بقى الخطوات دي. الغلطه الكبيره اللي انا كنت خدتي وقت كتير قوي في العرقله بتضيع دي. منك فرص وبتضيع منك وقت وفعلا مش بيبقى فيه ريل اكسبيرينس. يلا خلصنا اللي بعده يعني. اوكي كده. حلو قوي. ايه اكتر حاجه عملتيها خلال مسيرتك في الفريلانسنج شايفه انه انا مبسوطه اني عملت كده عشان هي دي اللي مخلياني في المكان اللي انا فيه؟ انا مبسوطه ان انا عملت كده. ما هي يعني هي اكبر غلطه لما صلحتها ظبطت لك الموضوع. ظبطت ده. ومبسوطه ان انا بقيت انا فبقيت قادره اساعد ناس اكتر. اوكي. واحس بناس اكتر. من ضمن الفيدباك اللي بيجي لي عليكي دايما انه هي على طبيعتها قوي in a good way. طب حلو. فده حاجه حلوه قوي. ده شيء جميل. طيب thanks to freelancing. شكرا للفريلانسنج حصل لك ايه حلو في حياتك؟ عرفتك يا ربنا. يا نهار ابيض. عرفتك يا ربنا. عرفتك يا رب. اتعرفت على نتورك حلو قوي 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 بجد. انت دايما بترجعي للحته بتاعت النتورك. بحبهم بجد. خلاني اقضي وقت اكتر مع ليلى، مع بنتي ومع فعرفتي تعملي فاميلي بالانس. مش بحب اسميه بالانس قوي، بس بحب اسميه انه بعرف الاقي وقت للشغل وبعرف الاقي وقت لبنتي او لجوزي بالزبط. او لبيتي عامه. صح. اوكي. ايه تاني؟ thinking for freelance. ان هو بيلد شخصيتي اكتر. عمل لها شاربين كده يعني. يعني خل تجارب الفريلانسنج مش سهله برضه. بيثقل الشخصيه. اوكي. وخلى فيه بقيتي قادره تحسي بالناس اكتر. لان فعلا بتمري بحاجات بتضطري تخرجي بره الكومفورت زون بتاعتك كتير قوي. اوكي. فبتتخبطي كتير. وبالذات انا از كارير كوتش، فالناس تيجي تحكي لي المشكله في الكارير. I went through this. يعني انا كنت هناك وعارفه، فيلا بينا. ففي الاخر ال 15 شيفتنج كارير اللي عملتيه اكشلي ساعدك جدا جدا. وبحبهم، بحب كل مرحله فيهم انا بحبها، لان طلعت بسكيلز وطلعت مكمله معاكي برسبكتيفز وافكار وكل حاجه وناس. كل مرحله كان ليها الناس بتاعتها والبرسبكتيف والفاليوز وغيره. فده لا ده ممتنه ليه قوي. حلو قوي. حلو قوي. طب لو فريلانس يارد كانت موجوده اول ما بداتي خالص فريلانسنج كانت فرقت معاكي في ايه؟ تاخد حاجات كتير قوي. زي ايه؟ حاجات كتير. اولا بيرسون براندنج طبعا. كنت هجايل. بيرسونال براندنج اللي احنا جربناه. انا عن نفسي لما بدات خالص كنت جربت البيرسونال براندنج ده، اللي هو لما كنتش اعرف ان اللي بعمله اسمه بيرسونال براندنج. ولا انا كلنا عامه. يلا أيوة نفتح مش عارفه ايه، يلا نكتب بوست ايه. ايوه صح. بيرسونال براندنج ده ما اعرفش ده ايه، بس كنت اكيد هبقى حابه ده. هتساعدني في الكارير بقى، في المايند سيت. الكارير بتاعي هيوفر لي خطوات كتير. النتورك الحاجات دي يعني اكسبوجر اكتر على الناس. بس احنا عايزين نشكرك جدا على الانترفيو دي. بجد كانت انسايتفل، فيها انسايتس كتيره قوي.
انا نفسي وانا قاعده معاكي في لمط كتير نورت، حاسه اني عايزه امسك الخيوط دي بعد الانترفيو امشي فيها، وكانت انسبايرنج جدا فكره انه اي حد يقدر انه يا جماعه تقدر تبدا من الاول صباح الفل. ومش معنى ان انا ظروف حياتي اتغيرت او ان اللي حواليا مش داعمين او ان انا بقيت او ان انا غيرت مكان سكني انه خلاص بقى اخر العالم. صباح الفل، امشي على اللي بعده، السيستم اللي وهتعرف بعده. تبدا. فبجد thank you for being a good example. وبس نعدل الطرحه. لا ده الطرحه تاني. انا عملت ايه بقى؟ انا نيلت ايه جوه الانترفيو؟ I loved the interview. ما انا خايفه والله. لا انت بجد انت مش فاهمه، عارفه ليه؟ عشان خلصنا طرحه معدوله. والله يا ابني دي لازمه. لا استنى ما خلصناش الصوره. واخويا بيصورني بيقول لي الاء انت متوتره فكل شويه بتعدلي الطرحه عشان تهدي. ده بيحللك نفسيا. قلت له حبيب قلب ماما دي لازمه عندي. افهموني يا جماعه ان دي لازمه. انا طول ما الطرحه دي محطوطه هنا ايوه افضل اعمل كده. ايه اللي حصل بقى بعديها؟ ممكن اكح الاول. ممكن عادي.